أي حد جرب يخس قبل كده أكيد جه عليه وقت وقال مفيش دواء يسهل معايا الدنيا شوية. الحقيقة السؤال ده مش غلط، إحنا مش ضد الأدوية، إحنا ضد التهور. يعني مش أول ما تسمع كلمة كبسولة تجري تقول لي هات لي اتنين. حلقة النهاردة مش عشان تخوفك ولا تقول لك ممنوع، حلقة النهاردة عشان تفهمك وتخس وأنت مطمن. ليه الناس ممكن تحتاج دواء؟ في ناس بتاكل مظبوط وبتتحرك بس وزنها ثابت، وناس بتقول لك أنا خلاص زهقت ما عدتش قادر أكمل لوحدي، محتاج حاجة تساعدني. ساعتها ممكن تحتاج دواء، بس دواء صح وفي وقته، مش اي حاجه وخلاص. يعني مثلا في ادويه تاخدها تقفل النفس عن الاكل خالص، تاخد الدواء تلاقي نفسك مش جعان بس اعصابك مش مظبوطه وبتنرفز على طول حتى من صوت التلفزيون. مشاكلها عصبيه، توتر، خفقان في القلب، وارق. هتخس شويه بس هتتكهرب بعدين، يعني خسيت شويه بس بقيت مكهرب. وفي برضه ادويه بتنزل الوزن بسرعه، ساعتها بقى تفرح وتقول هيه خلاص كده انزلت في الوزن، بعدها باسبوع تشرب ميه ترجع تزيد تاني، تحس الميزان بيستظرف معاك. الحقيقه بقى وزنك نزل ميه مش دهون، واول ما توقف العلاج ترجع تاني اتقل من الاول. وفي كمان ادويه سكر بياخدها ناس ما عندهمش سكر، عشان فلان خس عليها تقوم واخدها من غير ما تكون محتاجها. وده زي واحد مش قصير يلبس جزمه اضيق عشان يبقى اطول. مشاكلها هبوط، دوخه، غثيان، تعب عام. وفي كمان خلطات وكبسولات مجهوله، كبسوله ملهاش اسم ولا شركه ولا تاريخ، بس يقول لك نتيجتها مضمونه. المصيبه تعب في الكبد وارهاق ولخبطه في الجسم. خسيت شهر وتعبت سنه. في جزئيه مهمه جدا، الدواء نجيبه منين؟ خلينا نكون واضحين، المصدر الموثوق الوحيد لاي دواء هو الصيدليه. يعني مش شنطه سودا ولا حد يطلع لك دواء من تحت الترابيزه ويقول لك ده علاج مخصوص. الدواء المضمون لازم يكون مرخص ومعروف وموجود في الصيدليه على الرف، مش محطوط في درج مقفول ولا متداري كانه سر حربي. اي دواء يتجاب من تحت الترابيزه اعرف ان اللي هيدفع الثمن صحتك. لو الدواء مش في الصيدليه على الرف يبقى غالبا مكانه مش في جسمك. امتى الدواء يبقى خطر؟ الخطر مش في الدواء نفسه، الخطر انك تاخده لوحدك، تزود الجرعه لوحدك، تمشي ورا تجربه غيرك، او تاخد دواء مجهول المصدر. اجسامنا مش نسخه واحده، كل واحد له علاجه. امتى الادويه تبقى حل؟ لما تكون تحت اشراف طبي متظبطه مع التحاليل مع تظبيط اكل وحركه. يعني من الاخر الدواء مساعد مش بطل الفيلم. قبل ما تاخد اي دواء تخسيس اسال نفسك انا باخده عشان ارتاح ولا عشان استعجل. التخسيس مش مغامره ولا تجربه ولا نصيحه صاحبك. لو احتاجنا دواء ناخده صح من مكانه الصح في وقته الصح. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الادويه المضمونه وامتى نستخدمها ومن غير ما نبوظ صحتنا. كان معكم دكتور أحمد أبو المعاطي من قناة دكتور دايت.